عايز اقول لك النهارده على دراسة جديدة عملتها جامعة جنوب استراليا عن البيض. الدراسة دي بتقول: هل يجب ان نتوقف عن اكل البيض لحماية قلوبنا ولا نستمر؟ وهل البيض بيرفع الكوليسترول وبيأذي القلب زي ما الناس كانت بتردد قبل كده؟ حقيقة ان الدراسة دي وجد الباحثون فيها ان تناول بيضتين يوميا لا يؤدي الى زيادة الكوليسترول الضار في الدم. قالوا ان السبب الحقيقي وراء ارتفاع الكوليسترول، ودي نشرته جريده الشرق الاوسط، البحث يعني نشرته، قال ان الدهون المشبعه هي اللي وراء الضرر مش الكوليسترول. وبعدين عملوا دراسه، قسموا 3 مجموعات، جابوا 61 شخص قسموهم ل3 مجموعات. مجموعه تناولت بيضتين يوميا ضمن نظام غذائي قليل الدهون المشبعه، ومجموعة تانية تناولت طعام غني بالدهون المشبعة دون بيض، مجموعة تالتة تناولت بيضة واحدة فقط في الأسبوع مع نظام غني بالدهون المشبعة. بعد 5 أسابيع تبين أن المجموعة الأولى اللي تناولت البيض مع تقليل الدهون المشبعة سجلت انخفاض، خد بالك، انخفاض في الكوليسترول الضار. أما المجموعة اللي تناولت الدهون المشبعة بكثرة كان لها ارتفاع شديد جدا في الكوليسترول حتى دون تناول البيض. ايه اللي يعني كده؟ يعني كده ان البيض بريء من التهمة القديمة، وان الكوليسترول موجود فيه لا يضر طالما ان احنا بنقلل من الدهون المشبعة. البيض بقى طلع انه غني بفيتامين د ومعادن زي الفوسفور والسيلينيوم. والدكتور جون باكلي رئيس الفريق البحثي قال ان البيض مش هو العدو، لا، الدهون المشبعه اللي بتيجي مع الاكل زي اللحم المقدد والسجق والافطار اللي هو بيبقى فيه دهون مشبعه. خد بالك بقى، اذا كنت بتحب البيض فلا داعي انك تتوقف عن تناوله، بس طبعا احرص انه يكون جزء من نظام غذائي متوازن قليل الدهون المشبعه، وهتستفيد من فوائده دون الاضرار. الدراسه دي نشرتها حقيقي جريده الشرق الاوسط، وكان عليها يعني قراءه شديده جدا، اكثر موضوع تم قراءته في موضوعات جريده الشرق الاوسط. حبيت اقول لك على هذا البحث الجديد حتى لا تتوقف عن اكل البيض، طبعا يفضل المسلوق. تحياتي، وانا بشكرك على انك انت استمعت الي.